سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيانه؟ نتمنى يا ربي تكونوا في احسن حال. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه لعلاج الخلعه، لعلاج الخلع للدراري الصغار وحتى الكبار. قبل ما ندوزو للفيديو ما تنساونيش بواحد اللايك، ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والناس اللي كتعرفوا، وما تنساونيش بالبارطاج. وشكرا لكم بزاف، وشكرا للناس اللي مشتركين في القناه، وشكرا للناس اللي غادي يشتركوا دابا في القناه. شكرا لكم بزاف. المهم هاد الوصفه هذه سهله بزاف، سهله بزاف. كاينين الدراري الصغار اللي كتجيهم الخلعه انهم اي حاجه كيخافوا منها، ما كيقدوش انهم حتى في الدار انهم يتمشاو بوحدهم. تيقول لك الدري صغير يلاه معايا، ما تيقدش حتى انه يمشي للطواليت بوحدو، كيبقى يخاف. كتكون فيه الخلعه، هاد الوصفه هذه دقه بطله، اقسم لكم بالله. وحتى الكبار، الناس اللي فيها الخلعه، الناس اللي فيها الخلعه اللي كتكون تعرضت لشي صدمه، انها كتبقاي تحسي بانك فيك الخلعه، ديما فيك الخلعه، او الهلع، الاعراض، صدمه ولا الخوف، شي حاجه خايفه منها من الداخل. كتبقاي ديما فيك هذيك الخلعه وداك الخوف، وما عارفاش نتيا كيف ديري انك تسيطري عليه. حتى هاد الوصفه هذه كتعالج حتى الكبار. المهم هاد الوصفه هذه سهله وطبيعيه وموجوده في كل دار. الاعراض ديال الخلعه بالنسبه للكبار، كما قلت لكم كتجي من شي صدمه ولا من شي خوف، والاعراض ديالها كتجي كتحسي بالضربات ديال القلب ديالك بغاو كيتسارعوا بوحدهم. كتبقاي تكوني انت جالسه هكا كتفرجي ولا كتفرج هكا جالسين، حتى تتحس بالضربات ديال القلب ديالك بوحدهم كيبقاو يضربوا. واضطرابات في النوم، كتجيك التقيؤ، كتبغيو تردوا، التقيه، الدوخه، انتفاخ في البطن، الم في البطن. المهم بحال شكل الاعراض ديال بومزوي. الخلعه راه كدير حتى بومزوي. المهم هاد كما قلت لكم عطيتكم الاعراض وعطيتكم مناش كيجيو. والدراري الصغار كيكون شي حاجه خاف منها، شي حاجه شافها، اولا ملي كتقولي له شي حاجه يعني كتبقاي تخلعي، كتقول له نعس ولا نعيطوا لك على بوحو. يعني الدراري الصغار كتبقاي تقولي لهم بحال هاد الكلام بحال هكايا، تتكبر فيهم هذيك الخلعه، وكيبقاو يخافوا حتى انهم ما كيقدوش انهم يتمشاو بوحدهم. تيقول لك لا ضروري انك تمشي معايا، ولا كيمشي غير بوحدو كيجي كيجري عندك كيعنقك، تيخاف، كتحسي بانه فيه الخلعه. المهم هاد الوصفه سهله والدقه بطله، عن تجربه. يعني غادي تهناو من شي حاجه سميتها الخلعه بالبيض. هاد البيض شنو غديروا؟ غادي تسلقوه ياك، ومن بعد ما يتسلق، انا نقول لكم دابا الدراري الصغار، ومن بعد ثاني نقول لكم كبار. من بعد ما يتسلق وتكون سخونه، والدري الصغير يكون عاتق بالظهر، وتجي من هنايا، تجي هنايا في القرفده ديالو، وتحطيها غير شويه هكايا وتحيديها ثاني هكا وتحيديها. يعني المهم تغفليه ما يكونش شافك، فهمتي؟ تكوني يلاه مسلوقه، غادي تشديها وغديريها له هنايا بحال هكا، تخليها شويه هكا وتحيديها صافي. وتعاوديها لها هكا يومين ولا 3 ايام، كتمشي من الخلعه. والله العظيم الا كتمشي من الخلعه. وحتى الكبار نفس الشيء. يعني ما تكونش ولا ما يكونش عارف تسلقي البيض وتجي هنايا تغفليه من هنايا، او تغفليها من هنايا القرفده ديالها وتحطيها هكذايا، المهم ديري ديك، فهمتوني؟ يعني منين كتحطيها بحال هكذايا كدير كطلع ديك التنهيده هذيك، كتحيد الخلعه، كتحيد الخلعه. المهم هكا يومين ولا 3 ايام، ولكن ما يشوفوكش. كديري غير شويه هكا وكتحيديها، ماشي كتبقاي حاطه تحرقي بنادم. شي شويه بحال هكذايا صافي، وكتحيديها كديريها هنايا في القرفده هنايا. دابا ملي كتحطيها وهي سخونه، لا دري صغير ولا الشخص الكبير كيدير ديك ديك التنهيده، كتعاون انها كتحيد الخلعه. وعن تجربه بواسطه البيض. غير جربوها وردوا عليا، دقه بطلع. حتى الدراري الصغار كما قلت لكم كنبقاو نخلعوهم نعسو، ولا غادي ولا اجي لينا غادي يجيك هكا كتبقاو تخلعوهم، كتكبر فيهم هذيك الخلعه، حتى انهم ما كيبقاوش يقدروا يمشيو بوحدهم. حتى في الدار هكا تقول له سير، هكا يمشي للطواليت ولا يمشي يشرب، هاي كيقول لك يلا معايا، ولا كتشوفي الدري صغير جا كيجرب كيعنقك، يعني خايف.
فهمتوني؟ هاد الوصفه هادي دقه بطلا، غير جربوها الدراري الصغار وجربوها حتى الكبار، غادي تهناو من شي حاجه سميتها الخلعه، غتهناو من شي حاجه سميتها الخلعه وسهله. ويعني واهم حاجه ديما كنقولها لكم اهم حاجه وهي النيه. كما كنقول لكم اللي كيدير النيه حاجته مقضيه. النيه الا ما درتيش النيه حتى حاجه ما كتصدق معك. المهم هي النيه. اي حاجه كنبغيو نديروها كنشوفوا النيه ديال الواحد شنو كاينه، يعني ما كديري نيتك في واحد الحاجه والله العظيم الا كتصدق. وهذه قسما بالله لا عن تجربه دقه بطله. كديروها يومين ولا 3 ايام كتنساو شي حاجه سميتها الخلع. وحتى الدري الصغير الا كانت فيها الخلعه ودرتيها ليه ما كيبقاش يخاف، كتبقاي تلاحظي انه ولا في الدار كيتمشى بوحدو، ولا انه ما كيبقاش يقول لك يلاه معايا. حتى في الناس انه ما كيبقاش يخاف، كيبقاش ديك الخلعه. واش فهمتوني؟ غير جربوها. هذه وصفه ديال جدودنا، وصفه ديال والدينا، وصفه سهله ماهله ولكن عمليه. يعني مي كديريها للشخص الكبير ولا للشخص الصغير سبحان الله والله العظيم الا كتحيد الخلعه. ولكن ضروري ما يشوفكش. يعني الدري صغير تغفليه وديريها له هنايا في القرفاده هكذا حتى يدير ديك. فهمتوا؟ وكذلك الشخص الكبير ما يشوفكش، يعني تغفليه يكون هكذا داير كيدير شي حاجه ولا هكذا مشغول وتغفليه وديريها هنايا قابطه. كتنساي شي حاجه سميتها الخلعه والله العظيم. المهم هذه هي الوصفه ديال اليوم. اي تساؤل اي حاجه كما كنقولها لكم ديما وغنبقى ديما نقولها لكم، اي حاجه عندكم بغيتو تسولوني عليها وخليوها لي في الكومونتير، راني كنجاوب كلشي. واللي بغات شي حاجه تسولني عليها يعني بغات تواصل معايا دخل عندي الانستغرام وتكتب لي اي حاجه بغات نرد عليها. وهذا ما كان. وإلا كان عندكم شي حاجه بغيتوني انني ندير لكم فيديو عليها خليوها لي في الكومونتير وان شاء الله غادي نلبي الرغبه ديالكم. وهادشي ما كان. وما تنساونيش بواحد اللايك، وما تنساوش ان الناس اللي مشتركينش في القناه الا عجبكم المحتوى ديالي كنتمنى انكم تشتركوا في القناه. وشكرا لكم بزاف وشكرا للناس اللي مشتركين معايا في القناه. الحمد لله القناه العائله ديالنا بدات كتكبر الحمد لله والشكر لله، وهذا بالفضل ديالكم. حنايا غاديين دقه. الحمد لله حنايا المحتوى ديالنا نقي، حنايا كنفيدوا الناس، كنديروا شي حاجه اللي كتفيد الناس واللي كيستافدوا منها الحمد لله والشكر لله. وهذا المحتوى هذا كيكون صعيب انه باش يطلع بالعكس ديال المحتويات الاخرين ديال التفاهه والهضره الخاويه. سبحان الله دغيا تيطلعوا ما بين ليله ونهار كتلقاهم وصلوا. وحنايا 4 سنين، انا دابا راه طالعه في 5 سنين ومازال حتى المشاهدات ناقصين ونازلين. ولكن واخا هكاك والله الا كنكون عارفه انا شي حاجه وباقا انني نفيد الناس كنديروا رغم ان المشاهده ناعسه مره. ولكن الحمد لله والشكر لله على كل حال. المهم تهلاو ليا فركم بزاف، ما تنسونيش بواحد اللايك كتشجيع، وتهلاو لي فراسكم. مع السلامه، فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.